اتكلمنا قبل كده عن جرح الرفض، وقلنا هنفتح ملف الجروح الخمسة الأساسية اللي بنمر بيها كلنا. ممكن يكون عندنا جرح 2 3 4 5، والمتوسط بيبقى عندنا منهم 3 جروح. النهاردة هنتكلم على فكرة جرح الهجر، وهو تاني أعمق جرح ممكن نكون اتعرضنا له. يعني ايه جرح الهجر؟ جرح الهجر ببساطة ان احنا بنتعرض لإهمال عاطفي، ما بنبقاش مشاعرنا او العواطف بتاعتنا ملباه، حتى ما حدش بيحترمها، ما حدش بيسأل فيها، ما حدش بيهتم بيها، وبالتالي احنا متعطشين لفكرة الاهتمام العاطفي. طيب ليه ده بيوجع؟ ليه الجرح ده من الجروح العميقة؟ لان بفقد الامان. انا فجأة بحس ان انا محدش بيسأل فيا، انا فجأة بحس ان انا ممكن اتساب، انا فجأة الحال بيتغير بيا وبيروح لحال تاني خالص، فانا حاسس بعدم امان. طب ايه الكلمات اللي لو لقيتني بفكر فيها او بقولها لنفسي اعرف ان انا عندي جرح الهجر ده؟ اول كلمة، انا جوايا خوف بيقول ايه؟ بيقول ان انا مش كفاية، انا لو الناس قربت الناس هتسيبني، إيه، انا ممكن ابقى لوحدي، انا مش انا ماليش حد، انا ما حدش بيحس بيا. كل ده طالع من جرح الهجر. طب ايه العلامات اللي بتقولي ان انا ممكن يكون عندي جرح الهجر؟ اول علامه التعلق بسرعه، بتعلق بسرعه قوي. واحد قال لي ازيك عامله ايه، انا اتعلقت بيه، ده انسان طيب. واحده قالت لي الله انت شكلك حلو النهارده، دي اعز صديقه ليا. فالتعلق بسرعه. طيب تاني حاجه ان انا يعني قربي من الناس ممكن يكون هو السبيل الامان الوحيد. هو طول ما انا قريب للناس كده فانا تمام، طول ما انا قريب فانا كده امن، حتى لو العلاقه مؤذيه. عشان كده اللي عنده جرح الهجر ما بيعرفش يمشي ويسيب العلاقه، ما بيعرفش يمشي، لان هو شايف ان الامان في وجودي في العلاقه رغم ان هي مؤذيه. رغم ان هي مؤذيه. طيب ايه تاني؟ اي تغيير بسيط، هم بيتمتعوا بحساسيه مفرطه، فاي تغيير بسيط في العلاقه فبيبدا هو يقول ده هيمشوا ويسيبوني، ده ما عادوش بيحبوني، ده انا كده ما عدتش محبوب بالنسبه لهم. فيبدا يبص للتغيير ده ان هو خلاص الناس هتمشي. ايوه هو اتغير كده عشان هيمشي، هو اتغير كده عشان ما عادش بيحبني، هو اتغير كده علشان انا ما عدتش بالنسبه له مهمه. طيب ايه تاني؟ هي فكرة ان القلق المستمر، شخصية قلوقة، فينتج عن القلق ده المراقبة. انا طول الوقت براقب، طول الوقت بشوف اللي قدامي بيعمل ايه، يحسن يكون ما عادش بيحبني زي الاول. طب هو اتصل 15 مرة وهو كان المفروض بيتصل 16. فالتفاصيل البسيطة دي بالنسبة لهم معناها ان هو خلاص ما عادش بيحبني. طيب اي رفض او اي نقد فهو نقد اللي هو ما عادش يعني. واحده بتقولي انت لابسه وحش فانا اخدها بان ما بتحبنيش، ده هي بتقولي كده عشان هي بتغير مني. فبحول السلوك على طول لناحيه المشاعر، مشاعر الرفض، مشاعر ان انا مش حلوه، مشاعر ان انا مش بتحب. طيب ايه الاسباب اللي بتؤدي الى جرح الرفض؟ اول حاجه في اسباب جرح الرفض الهجر من الاهل. الاهل ما ادونيش المشاعر العاطفيه اللي انا كان نفسي فيها، كان في اهمال، والاهمال ده سواء ان الاهل مش موجودين، او الاهل لو موجودين فما بيدونيش الاهتمام العاطفي. ممكن يكونوا بيدوني اهتمام، يعني بياكلوني، بيشربوني، احلى بيت، احلى لبس، احلى، لكن مفيش عاطفه. الشخص اللي بيعاني من جرح الهجر هو عنده جوع عاطفي، جعان لفكرة العاطفة، وفكرة ان حد يطبطب على مشاعره، يفهم مشاعره، يقدر مشاعره، عشان كده بيتعلق بسرعة. طيب ايه تاني؟ مفيش امان، البيئة اللي انا فيها مفيش امان، فجأة تقلب خناقة، فجأة يلا نسيب البيت، فجأة احنا محتاجين نغير حياتنا كلها. تعرض للخيانة، حصلت خيانة سواء من الاهل او الزوج او الزوجة، او من ان انا كل شوية بتوعد بحاجة ومحدش بيعمل لي حاجة، فما عنتش بصدق، حاسس ان انا مهما الشخص وعدني فمش هيعمل ده، فبتعلق قوي في الكلام. فعندي ان حد يقول لي كلمه وما ينفذهاش، عندي ده لا هو ما عادش بيحبني، هو ما عادش مصدر امان ليا، بيشك كتير في الناس، فعشان كده يقعد كتير يراقب، لان هو متوقع ان في اي وقت اللي قدامي ما عادش بيحبني وهيهجرني، هيمشي ويسيبني. طيب ايه تاني؟ ان الشخص يوعده باي حاجه ثم يختفي، يعني مفيش تنفيذ للوعود. فالاهل اللي بتوعد ولادها هنجيب لكم اللعبه الفلانيه، هنعمل، مع تكرار ده بيسبب لهم في جرح الهجر.
طيب ايه خطورة ان انا اكون اعاني من جرح الهجر؟ اول حاجة اختياراتي مدمرة حياتي، اول حاجة بجري على طول على الناس التوكسيك اللي هما بيدوا في الاول مشاعر فياضة، اللاف بامبنج، بحيث ان انا بنجذب جدا للاهتمام ده، للحب الفظيع، للتقدير، كم من التقدير والاحترام والحب في الاول فظيع، وبعد كده كل ده ما عادش يبقى موجود، فبيجري ينجذب لدول قوي لان هو متعطش جدا لحاله الاهتمام العاطفي بالطريقه دي. طيب ايه تاني خطورته؟ الغيره، بيبقى شخص غيور جدا من حاجات لا تستدعي الغيره اصلا. ايه كمان؟ قلق مفرط، العلاقه بالنسبه له هو قلق مفرط، طول الوقت هو قلقان لان طول الوقت هو هيتساب. طيب ايه تاني؟ ما بيعرفش يبني علاقات مستقره، من كتر القلق ومن كتر الغيره ومن كتر التعلق ومن كتر الضغط اللي بيعمله، الناس هي اللي بتمشي وتسيبه، مع ان هو ماسك فيهم، بس هو الشخص اللي عنده جرح الهجر ما بيعرفش يمشي، الناس هي اللي بتمشي وتسيب. طيب نتعالج ازاي؟ اول حاجه نفهم نوع الجرح اللي عندنا، فمهم قوي عشان كده بنقول العلامات، بنقول الاسباب. فاول حاجه مهم افهم نوع الجرح اللي عندي. تاني حاجه اشتغل على بناء الامان الداخلي. اعمل ايه يعني؟ انا اكون امان لنفسي. اول مؤشرات الامان ان انا بختارني، ان لما بيبقى انا ولا اللي قدامي بيبقى انا، ودي ملهاش علاقه خالص بالانانيه. الانانيه اني امنع خير عن الشخص اللي قدامي، خير حاجه زايده عني وانا امنعها ليه؟ يحسن تنقص، فدي الانانيه. لكن الشخص اللي بيختار نفسه هي حاجه، وانا جعان مثلا، نفترض لو مثل عن الجوع، انا جعان واللي قدامي جعان والحاجه مش نافعه تتقسم، فانا هختارني. فده معناه ان انا امان لنفسي، ان انا لو في احتياجات انا هعرف البي هذه الاحتياجات. طيب ايه كمان؟ بهدئ من الافكار، فان انا اكون امان لنفسي. تاني حاجه تهدئه الافكار. تهدئه الافكار بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بتعامل مع المخاوف، بتعامل مع الحاجات اللي انا خايفه منها، بواجه مخاوفي. طيب ايه كمان؟ بحاول يكون عندي علاقات صحيه متعدده، ما بركزش في حاجه واحده، يعني علاقتي بولادي، علاقتي باهلي، علاقتي بجوزي، علاقتي باصدقائي، علاقتي في الشغل، فتعدد مصادر العلاقات ده بيخليني قادر ان انا اكون مطمئن اكتر. النقطة الأخيرة هي جلسات الكوتشنج. جلسات الكوتشنج بتفرق جدا 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 في تحديد نوع الجرح، ثانيا التعامل مع الجرح ده. طيب ازاي ابني الامان الداخلي؟ احنا قلنا اساس جرح الهجر هو فقدان الامان. ازاي ابني الامان الداخلي؟ اسمح بوجود المشاعر، اتعامل معاها، اتعامل مع المشاعر الموجوده دلوقتي، اكون حاضر دلوقتي. هو دلوقتي ايه؟ هو دلوقتي ايه؟ جبت منين ان هو ما بيحبكيش؟ جبت منين ان هو بقى كل ده؟ دي حاجات انا بفترضها، كل دي احكام انا بقولها، لكن هو الواقع اخر حاجه احنا قافلين عليه ان هو بيحبني، فيبقى اللي موجود دلوقتي ان هو بيحبني. طيب ايه تاني؟ ان انا اكون عارف احتوي نفسي، عارف لما اغلط احتويني، عارف ما بقاش مش لما اغلط اقعد اعمل جلد ذات. طب ايه كمان؟ ان انا بعرف احط حدود، بعرف احط حدود بيني وبين اللي قدامي. النقطه اللي بعد كده والمهمه قوي، حديثي الداخلي. هو انا شايف نفسي ازاي؟ شايف نفسي قليل؟ شايف نفسي ما استاهلش؟ ولا شايف نفسي استاهل؟ ولا شايف نفسي انسانه قويه؟ فالحديث الداخلي ده مهم جدا. طيب ايه تاني؟ ان انا احاول اعمل روتين يومي، يبقى عندي روتين يومي عشان اقلل من حته عدم الامان. عدم الامان، التغيير يسبب له عدم امان اكتر، فحاول ان انا اعمل روتين يومي. ايه كمان؟ ان انا يكون علاقتي علاقه صحيه مع نفسي، عارف احبني فعلا، عارف اكون سند ودعم لنفسي فعلا. دي كان بعض الحاجات اللي تعرفنا اذا كنا نعاني من جرح الهجر ولا لا، والطريقه اللي نتعامل بيها ازاي مع جرح الهجر. انا لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.